مساء الخيرات، أهلا وسهلا فيكم متابعينا الأعزاء. وصفتنا اليوم من مطبخ فانيلا سويت الهيطالية. بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. أخذنا هون 2 لتر حليب وأضفنا لهم 12 ملعقة نشا. كل لتر حليب بياخد 6 معالق نشا. رح نحركن على البارد لحتى يدوب النشا بالحليب. بس داب النشا رح نحطن على النار ورح نحرك باستمرار. بس غلى الحليب وأصبح بالشكل سميك مثل ما واضح بالفيديو وظهروا الفقاعات. رح نضيف تقريبا نص ملعقة مسكة. المسكة بتنشرى مطحونة أو نحن بنطحنها. وقتنا نطحنها بنضيف لها سكر بودرة لحتى نقدر نطحنها. الهيطالية رح تكون بهالسماكة. هلأ رح نتم عم نحركها على النار لحتى يطلع ريحة شوطان الحليب. ريحة شوطان الحليب بتعطي طعمة طيبة للهيطالية. وبهالشكل بتكون انتهت مرحلة الهيطالية على النار بهالسماكة. هلا رح نجيب صينية ألمنيوم رح تكون ناشفة تماما من المي ورح نسكب فيها الهيطالية. رح نتركها بحرارة المطبخ تقريبا نص ساعة. وبس بردت رح نضيف لها ماء بارد بهذا الشكل مثل ما واضح بالفيديو. بهالطريقة رح نضيف لها ماء البارد. الغيم المي الباردة لحتى يجعد وجهها. هلا بلش يجعد وجهها بس بالفيديو ما كتير واضح. هلا بدنا نعمل قطر الهيطالية. لتر حليب ضفنا له 3 معالق سكر ورح نحركه لحتى يدوب السكر. رح نضيف له معلقة ماء زهر كبيرة ورح نحرك. بعد ليلة كاملة بالبراد طلعنا صينية الهيطالية وبدنا نقسمها. ملاحظين كيف التجاعد وجهها؟ ملاحظين؟ هلا رح نقطعها لقطع تقريبا مربعات ونقطعهم لقطع صغيرة بهالشكل. هيك بتنقطع الهيطالية مكعبات. لاحظين طراوتها. هلا رح نحط لها القطر اللي عملناه من الحليب ورح نضيف لها بوظة بالحليب أو بالقشطة. وهون بتكون خلصت حلقتنا وخلصت وصفتنا. طبعا ما بننسى من زينة بحبات الفستق الأخضر. وصحة وهنا للجميع وأهلا وسهلا فيكم.